السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناة يلا كورة. في أول تصريحات من المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم ضمن مباريات الدوري الممتاز، تصريحات تدعو للفخر لكل الأهلاوية من مدرب فريق منافس اليوم في بطولة الدوري الممتاز. علشان كده لازم تتابع الفيديو للنهاية علشان تعرف كل التصريحات، ولكن قبل ما نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. في أول تصريحات من المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بعد مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وصرح المدرب الصربي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: اليوم أنا كنت ألاعب أفضل فريق في مصر، بل وأفضل فريق في القارة الأفريقية بالإنجازات. اليوم كنا نواجه بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة 11. مواجهة النادي الأهلي كانت صعبة على جميع الفرق القارية، فبالتأكيد هي صعبة على الاتحاد السكندري وعلى كل الفرق المصرية. مارسيل كولر المدير الفني السويسري هو مدرب رائع، ويجب على الجميع أن يتعلموا ويستنبطوا أصول التدريب من هذا المدرب العبقري. وأضاف المدرب الصربي قائلا: أنا فخور بتقديم مباراة جيدة من وجهة نظري في مواجهة أقوى فرق العالم وهو النادي الأهلي، وأثق بأن كل جماهير النادي الأهلي تفتخر بالانتماء للنادي العظيم. أنا من عشاق ومحبي سياسة النادي الأهلي، وأفتخر بمواجهة النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وواثق بأن كل المصريين عليهم الافتخار بأن فريق مصر يكون بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه كأكثر فريق أفريقي يحمل البطولة. اليوم قدمنا مباراة جيدة أمام النادي الأهلي، وسعيد وفخور باللاعبين وبالمستوى الجيد اللي أكيد هنبني عليه في المباريات القادمة. وأضاف بأنه تواصل مع المدير الفني مارسيل كولر بعد المباراة، وقام بتهنئته هو وكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري بعد الفوز في المباراة الحاسمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعبر عن سعادته وأنه فخور بمباراة اليوم أمام النادي الأهلي. في النهاية، لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة.